وعودة من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي يوم جديد وفقرة أخرى وإنما رئيسية وحول الإبداعات وإنما الأفكار المطروحة على الساحة، محاولين مجاهدين إن احنا نطور من أنفسنا ونقرب من تلك الكوادر البشرية، ونحاول إن احنا نستغل أحسن استغلال لتلك القوى البشرية والعقول المصرية من خلال فريق طموح للكنوز البشرية. بنشرف بلقائنا مع أعضاء مؤسسي هذا الفريق الأستاذ عادل نافع، أهلا بيك. اهلا بحضرتك. والأستاذ عبد الرحمن مؤمن، أهلا بحضرتك. صباح الخير عليكم. يعني بداية قبل ما أن ندخل في التفاصيل، يعني ادوني كده نبذة عن فريق طموح للكنوز البشرية. فريق طموح للكنوز البشرية بيهتم بجميع المواهب من شتى المجالات، من شتى المحافظات، من شتى الأعمار والمؤهلات. مهتمين ان احنا نقدم حاجة جميلة لبلدنا مصر، ونخلي يبقى فيه كل يوم يبقى فيه صباح جميل مشرق بالامل ومشرق بالطموح. فجبنا المواهب ديت وجبنا الكوادر ديت من كافة المجالات ومن كافة الاعمار، وبدأنا ان احنا نوجههم توجيه سليم عن طريق متخصصين في كل المجالات، سواء مجالات أدبية سواء مجالات علمية فنية، بحيث اللي احنا ننميهم وننمي المواهب اللي عندهم ونسكلها. وبدأنا فعلا بكده عن طريق متخصصين معانا، أستاذ أحمد مصطفى معوض خبير تنمية بشرية وكاتب مسرحي، بس ما شاء الله يعني، فقدم لنا حاجات جميلة، اللي هو راعى فعلا المواهب الشبابية عندنا. وبرضه مجلة الشباب صراحة كانت راعي مهم جدا لينا منذ بداية الفريق، ويعني وطبعا اتحاد شباب العمال وبيت السناري، هذه الأماكن كلها ادت أمل وادت حافز للناس تعرض إبداعاتها، خاصة إن احنا يعني بنهتم بفقرات متنوعة. فقرات متنوعة بيقولوا روعة الأمل يعني في إتقان العمل. تمام. ايه رأيكم في الكلام؟ جميل جدا طبعا، جميل جدا. وعملنا كده الشعار بتاعنا معا نبدأ بأنفسنا. طبعا احنا بادئين من 9/4/2012، يعني منذ سنتين. هدفنا أخلاق، وسطية، اكتشاف المواهب والكنوز البشرية. أخلاق اللي احنا للأسف الشديد في الآونة الأخيرة، يعني بلدنا لسه بخير وأهالينا لسه بخير، ولكن انتشرت ظاهرة يعني سوء الأخلاق في الفترات الأخيرة. هو بقى الهدف هنا عندنا، أو الميزة اللي احنا بنعملها هنا، اللي هنا الأغاني، الفن، في كل الفنون، جميع شتى الفنون بنلتزم هنا بفكرة اللي هو توصيل فن هادف، توصيل أخلاق هادفة، توصيل إعادة تاني مسار الأخلاق اللي احنا اتعودنا عليها، يعني ايه، والأمية الثقافية بقى، لحد من الأمية الثقافية اللي احنا بقينا عايشين فيها، والأمية برضو في الأسلوب الفن اللي هو ليست أصبح أمية دلوقتي التعليم، وإنما أمية الفكر والعقلية والثقافة. أستاذ عادل، طبعا احنا عارفين على مستوى الأدب والشعر لك بعض من الإصدارات، من بعضها مشاهدينا ملكة على عرش الإناث، وعن شطي ليه تبعد، وأنا الحكاية. يعني خلينا نفتتح هذا اللقاء الجميل معاكم بقصيدة كما يحلو لك. هو طبعا عشان احنا النهارده بنتكلم عن فريق طموح في البدايه، فانا كنت عامل نشيد لفريق طموح، بحفز فيه الشباب وجميع الاعمار على ان كل من هو لديه موهبه فطريه مليئه بالقيم والاخلاق اللي نقدر ننشرها في مجتمعنا بشكل اوضح. جميل. فدي الفكره بتاعتنا، حتى احنا ما بنرتبطش باعمار، حتى يعني المعاقين بتدعموا مبدأ سامي وراقي جدا، الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق، يعني انت بتدعمها في انك والوسطيه في ان واحد. والاستاذ عادل هيسمعنا ده بكلماته المبدعه الشعريه ان شاء الله. ايام بتعدي ليالي تروح، والحلم يهدي في اجمل روح، ومواهب بلدي كتير يا ولاد، والوطن العربي كمان ولات، وشبابنا الغالي كله طموح. من هنا فكرتنا بقت موال، ونادينا بصوتنا على الأجيال، أسسنا فريقنا بعزم الروح، واخترنا الاسم اللي يجمعنا على أجمل نغمة وأروع معنى. فريقنا الغالي اسمه طموح.
فتعالوا نجمع كل الناس ونطلع مواهبنا بإحساس، ونخلي الفن بعطره يفوح، ونخلي الفن بعطره يفوح. الفن الراقي طبعا. طبعا الفن الهادف. طيب. هنحقق، ثواني بس اكمل النشيد. هنحقق أحلام كل وردية بطموح للكنوز البشرية، ونداوي كل أمل مجروح. يا كل مواهب بلدي الغالية انضموا لفريقنا بروح عالية، والباب للكل أكيد مفتوح، والباب للكل أكيد مفتوح. أكيد مفتوح. طيب، حول أعضاء مؤسسي هذا الفريق واللجان اللي هي بتدور في فلك تحقيق تلك الأهداف، كلمني عنها. تمام، احنا عندنا لجنة أدبية مسؤول عنها أستاذ خالد الجمال، هو أيضا من السويس، وتاريخه بسم الله ما شاء الله حافل يعني تاريخ في المجال الأدبي وفي الجوائز الأدبية على مستوى مصر طبعا. وبرضه في البرامج التلفزيونية، يعني كتابة سيناريو وكتابة يعني، فبسم الله ما شاء الله. عندنا برضو أستاذ مسعد نور. أستاذ مسعد نور ده مسؤول اللجنة الفنية عندنا. عندنا مسؤول لمتحدي الإعاقة، برضو مسؤول عن لجنة متحدي الإعاقة دكتور طارق أبو الوفا. عندنا الكاتبة حنان الشامي، حنان خلف أبو الوفا، شهرتها حنان الشامي، دي مسؤولة قضايا المرأة والمجتمع عندنا في الفريق، وعضو برضو مؤسس معانا في الفريق. وفي يعني في ايضا يعني لجان برضو دكتور مدحت ده في اللجنه العلميه. وعندنا ممثله لينا في تونس، هي في تونس برضو للفريق، يتكلم باسم الفريق. دي كانت اول خطوه في اول دوله غير مصر يعني. تونس الشاعره نجيبه الجربيه. فنحن يعني ايه منتشرين في المحافظات، وبنحاول ان احنا فعلا منذ عامين ان احنا نقدم حاجه من مفيده. 2012. من 2012 الحمد لله. ويعني الحمد لله في تقدم الحمد لله. الحمد لله. طيب، عايزين برضو نتكلم على انجازات الفريق، بس هروح للاستاذ عادل وبرضو تسمعنا ونمتع مشاهدينا بقصيده اخرى من قصائدك. اسمعكم قصيده عن مصر بنقول فيها ايه. صباح الدمع لما الدمع متبسم، صباح الورد لما بعطره بتنسم، صباح مشرق بإشعاعك على خد القمر يرسم، تصبح شمس أحلامك على عيونك، تغني لك مواويلك وتحكي لك وتتبسم، وأنا أكتب لك الغنوة بإحساسي وأجيب اللحن وأقسم. يا مصر يا دنيتي وناسي، محدش لينا هيقسم، محدش ليكي هيقسم. صباح رايق على العايق بأنفاسه، صباح رايق على اللي الورد أنفاسه، صباح ممتاز على اللي فاز بإخلاصه، صباح طيب على الطيب ما بين أهله وبين ناسه، صباح غالي على اللي قلبه على بالي، ويحلالي أغني القلب موالي، وابوس خده وابوس راسه، صباح نادي على اللي صلى على الهادي، على أصحابي على ولادي، على اللي ضحى لبلادي، على مصر العلم لفوا وقام باسوا. جميل. انجازات، نرجع تاني لانجازات الفريق ومدى بقى الدعم والجهات المشاركه لديكم. تمام، انجازات الفريق منذ عامين. اولا طبعا احنا لا ننتمي لاحزاب سياسيه او غيرها. اهم ما في الامر. طبعا ده اهم شيء. ولا فصيل ولا طيار ولا فصيل ولا طيار، ورفضنا ان احنا نكون مع اي فصيل. يعني كان في اماكن. هل تعرضتوا لمواقف من هذا تعرضنا طبعا، بس بدون ذكر اسماء طبعا. في اماكن طبعا تعرضنا لحته اللي احنا مثلا نبقى تبع هذا المكان، بس طبعا احنا كده هنبقى
تبع اتجاه معين، وهي فكرة الفريق كده أصلا اللي هي لاكتشاف المواهب، ولكن أخلاق وسطية. فوسطية احنا ليس لا نتبع أي حزب سياسي، فكلنا فينا جميع التيارات موجودة ومشاركة معانا في الفريق، ولكن هذه التيارات بتلتزم بفكرة الوسطية، بتلتزم اللي هي بتنسى خالص الاتجاه بتاعها، وهي في الفريق بتفتكر بس كلمة مصر فقط، بتفتكر تاني الأصالة اللي احنا المفروض لازم نرجع ليها. جميل. تمام. انجازات الفريق اللي هي المفروض يعني عن طريق جهودنا الذاتيه، اللي احنا وفرنا دورات هي مجانيه. جهود ذاتية بحتة. جهود ذاتيه بحته خالصة. من اعضاء الفريق، ومن يعني احيانا كمان في لا نكلف. متطوعين اه اللي هم بيقوموا جميل. بالدورات التدريبيه، يعني في ناس دكاتره بتتطوع معانا، الاستاذ عبد الرحمن قال على اسمائهم برضه. يعني في طبعا عندنا جهات مختلفة في المجالات الأدبية والفنية والعلمية، بنعرف أماكن للدورات. الدورات دي بتبقى دورات بتبقى مجالات مجانية الشباب. بتاتا، دون أي مقابل ودون أي رسوم تأمين. احنا بنبقى عارفين الأماكن ديت وبنبلغ بيها الناس، سواء من طموح أو حتى أي عضو أو أي شخص عنده طموح، مش شرط اللي هو يكون من الفريق معانا. غير كده اصلا الاشخاص برضو لما بنلاقي اشخاص نفسها عندها طموح، عاوزه تتعلم حاجه معينه، او عاوزه تثقل موهبتها في حاجه معينه، سواء في مجال الشعر او في مجال الادب، في مجال العلوم، في يعني في كافه المجالات. عندنا متخصصين لهذا الامر، لا يشترط برضو اللي هم يكونوا من طموح، وانما هم اشخاص متطوعه لهذا الامر، وحابه اللي هي تقدم حاجه للبلد. فاحنا بنقوم يعني بنعمل عمليه الايه، التواصل ما بينهم وبين هؤلاء الاشخاص اللي هم عاوزه تنمي المواهب. واصلا كمان بيبقى فيه المفروض عندنا صالونات ثقافيه. هذه الصالونات الثقافيه بنقدر ان احنا نكتشف فيها يعني نثقل فيها مواهب الناس اكتر، لان يبقى فيه متخصصين، ولكن وجود المتخصصين هنا بيبقى ايه اللي هو ليس اسلوب اللي هو النقد ايه رأيك المحبط. ايه رأيك في حال الصالون الثقافي في الفترات الأخيرة، ما قبل الثورة وما بعد الثورة؟ هو صراحة احنا يعني ايه مهتمين بالصالونات اللي احنا حاليا، يعني ربما احنا مشغولين صراحة بالصالونات اللي احنا بنعملها، ربما لا اكون متابع قليلا للصالونات الاخرى، ولكن احنا عملنا عموما فكرة جميلة او فكرة جديدة، اللي احنا اولا بنعرض فقرات مختلفة. هذه الفقرات بتبقى في الصالون دايما، يعني فقرات فنية. أبرزها ايه؟ فقرات الصالون فقرات الثقافي. أدبية، فقرات إنشاد ديني، فقرات برضو كوميديا في الفن اللي هو فن المقامة، فقرات علمية، اه بتبقى فقرات تنمية بشرية، بتبقى فقرات مختلفة، فقرات متنوعة يوجد فيها نقاد، بس نقد اللي هو نقد بناء، نقد هادي، نقد أسري في أخوي. إطار العلم والعلوم والبحوث العلمية، يعني انتوا بتحاولوا تقربوا من القوى البشرية والعقول المصرية، وبتحاولوا تعملوا استكشاف وإظهار وتوضيح ليهم وتسليط الضوء. بتعملوا ايه للمبدعين، خاصة المبتكرين في إطار البحوث العلمية، ولا مش قريبين منهم لسه؟ لأن آه، انت اسمك طموح للكنوز البشرية، وده كنز بشري. تمام. هو بالنسبة خاصة بس في المجال العلمي، مم. طبعا احنا مش سلطة تنفيذية، مم. يعني انا مش سلطه تنفيذيه اللي انا هقدر اساعده في حاجه، الا اللي ايه اللي انا اقدر مثلا يطلع يعرض حاجته، سواء في برنامج، سواء في مجله شباب اللي هي راعيه دايما لينا، يعني الحاجات اللي احنا نقدر نوجهه اللي هو اظهار الحاجه اللي هو الفني بتاعه، او اظهار اللي هي الاختراع بتاعه والابتكار اختراع أو بتاعه، اكتشاف او الاكتشاف دوت. قناة لكن التلفزيون. ممكن في المجالات الادبيه او الفنيه او كده بيبقى عندي اللي انا ممكن اخليه حد يسكل له الموهبه عنده، واقدر ان انا ايه يعني نسكلها له اكتر عن طريق متخصصين. فربما في المجال العلمي بالذات هل هي في دورات تدريبية تأهيلية من خلال فريقكم؟ طبعا في دورات من خلال الفريق، بنعمل دورات بتبقى برضه في مجالات الصحافه، في مجالات التنميه البشريه، في مجالات فنيه، واحيانا ما بتبقاش تبع طموح، ولكن احنا بنبلغ بيها الناس، يعني اي حد بنلاقيه عنده الاستعداد او عنده الطموح، عنده الاراده اللي هو يعمل حاجه، حتى لو لسه ما عندوش الموهبه، مم. هو المهم يبقى عنده الاستعداد اللي هو عاوز يعمل حاجه جميله. جميل جدا. حول الأستاذ عادل نافع، وحضرتك عضو مؤسس ومشارك في فريق طموح للكنوز البشرية، ان شاء الله. كلمني عن دورك، وفي نفس الوقت كيفية المشاركة والتعاون بينك وبين الفرق الأخرى والمبادرات الأخرى، طبعا كل ده في صالح تلك الكنوز هو البشرية. دوري حضرتك، انا طبعا بدايه تعرفي مع الاستاذ عبد الرحمن كان من بدايه ما افكر في انشاء الفريق، و... وطبعا عجبتني جدا الفكره، وبدانا
زي ما حضرتك حكى لحضرتك كده كل التفاصيل دي كلها، انا مسؤول بقى عن نشر الفكره في ربوع محافظه السويس مم. ومدن القناه، والمواهب اللي انا بتعرف عليها في الامسيات الاخرى بلاقيها عندها الاراده ان هي توصل موهبتها دي لابعد مدى. مم. بتناقش معاهم وبينضموا معانا لفريق طموح وبيحضروا معانا امسيات وندوات اللي بننظمها، مم. سواء في القاهره او في محافظات اخرى. ان شاء الله قريبا هنعمم على محافظات مصر كلها باذن الله الندوات، لان الندوات طبعا إذا بتكلف النموذج مواصلات. مش هيبقى مقتصر على مدن القناة، لا، يعني هتنتشر هو إن شاء الفكره الله. مبدئيا على فكره، يعني الفكره نزال في مبدئيا القاهرة، نزال في القاهرة، بس احنا بنرحب بالمواهب من جميع المحافظات، بس هي لا زالت مكان التجمع بيبقى في القاهرة. جميل. عشان القاهره بتستقطب جميع المحافظات وبيبقى سهل ان انت توصل لها، انما لو رحنا محافظات تانية دلوقتي في مسافات بتبقى بعيده على ناس تانية، فالمصاريف بتبقى كتيره، بس ان شاء الله برضو كيفية التواصل ان هتبقى شاء الله صعبة مع شوية. الوقت باذن الله يعني هيبقى الحاجات دي معممه على جميع المحافظات. وحتى احنا عاملين تواصل مع ناس انضموا لفريق طموح من خارج مصر نفسها، لان احنا نفسنا الفكره تتعمم في الوطن العربي. نعم. ويبقى المواهب شتى نجيبها من جميع الدول العربيه. مم. ده الفكر اللي احنا الخروج عن المستقبلي اللي احنا المستقبلي اللي احنا المحلية بنفكر فيه. يعني والإقليمية. استاذه نجيبه جربيه شاعره معانا من تونس بتتواصل معانا دايما باعمالها وباعمال ناس من تونس، دي كبدايه للتوسع عربيا باذن الله. إن شاء الله. طب كيفية التواصل بقى، يعني اللي عايز يتواصل معكم مع تلك المبادرة ومع الفريق، هل في موقع أو موقع اتصال؟ لينا جروب معروف على الفيسبوك، ولينا تواصل مع المواقع العالميه البشريه بنفس الاسم، بنفس سواء في صفحه لينا وفي مجموعه مفتوحه جروب، فهو بنفس الاسم فريق طموح للكنوز البشريه. جميل، يعني الجروب مفتوح مش مغلق، مش لا closed. لا مفتوح، على البعض. مفتوح. جميل جدا. طب احنا عايزين نستنير برضو بيكوا لاولادنا وشبابنا الكرام. انت بتقول من 2012. تمام. من المؤكد بشكل او باخر كان في بعض من الصعوبات والعثرات اللي قابلتكم في الاول، كلمني عنها وكيفيه تجاوز هذه الصعوبات. تمام. هو طبعا الصعوبات كان عدم وجود اماكن اصلا نعرض فيها المواهب ديت، لأنه طبعا في البدايه ربما الفكره كانت لسه صغيره يعني، وكانت لسه كمان لسه ما وصلتش لناس كتيره، وطبعا كنا بنواجه مشاكل كتيره في هذا الامر، ولكن صمودنا ان احنا نحقق حاجه، صمودنا ان فعلا الكنوز البشريه نفسها وقفت جنبنا وساعدت المواهب ديت، فدي كانت دافع لينا اللي احنا نكمل لحد ما قدرنا بفضل الله نثبت نفسنا، لحد ما قدرنا يعني بيت السناري اللي احنا نتشرف بيه، ده طبعا تابع لمكتبة الاسكندرية، مكان طبعا نفتخر اللي احنا اقمنا فيه صالون، وان شاء الله يبقى لنا صالونات شهرية فيه. تم تنسيق مع مكتبة مصر العامة ايضا، تم تنسيق مع مركز الجديرة للفنون لصالونات يعني ثقافية، وتم توقيع بروتوكول مع رئيس الاتحاد العالمي للشعراء والمبدعين العرب، ومع موقع برضو عالمي جرياتيف. فطبعا كل دوت بفضل الله ما جاش الا عن طريق الصبر، عن طريق الاراده، يعني دي النصيحه اللي احنا بنوجهها للناس كلها، رساله لكل الشعب. تمام. واهم شيء اللي المبادرات نفسها احنا ما وقفناش على طموح، يعني احنا عاوزين هيكله للمواطن المصري، القضاء على الاميه الثقافيه والدينيه اللي بتحصل في المجتمع. هل ده هيجي من طموح بس؟ لو قلنا هيجي من طموح يبقى احنا كده احلام عريضه. الاميه الثقافيه الدينيه. جميل. تمام. فاحنا بنعمل ايه؟ بنوقف مع كل المبادرات، او بنحاول ان احنا نكون متعاونين مع كل اللي هم المبادرات والمشروعات اللي هي قريبه من نفس الفكره. افكار كتيره جدا موجوده قريبه من كده، لو احنا وحدنا هذه الافكار ووحدنا هذه المبادرات هنقدر نعمل حاجه مع بعض كويسه، وهنقدر دي يكون اسرع في الوقت اللي احنا نشوف بلدنا بصباح جديد وبامل جديد ان شاء الله، وفي الاتحاد قوه باذن الله. نسمع قصيده اخرى. اقول لكم حاجه ساخره بقى، عشان انا مشهور بالقصايد الساخره يعني، فانا ما قلتلكوش حاجه ساخره النهارده. انا الحكايه، انا مجموعه قصصيه ساخره على انغام الزجل، بطريقه زجليه بحكي قصه لقصه وبدخل في قصه تانية. فبقول فيها ايه؟ قالوا لي الشعر عنوته، سالت ازاي؟ ولا تشيب وبنوته معاهم ناي، واحد قهوه ومظبوطه مع اتنين،
شاي. انا الراوي جذور توتة، انا الحكاي، انا احكي الف حدوتة في قعدة شاي. تعالوا واسمعوا مني، واوعوا تقولوا يوم عني ظريف يا ابني لكن رغاي. دي افتتاحية انا الحكاي. بدخل في قصص، يعني مثلا اقول لكم برضو كم قصة. نفسي ده. صابونة وحوض وقفشوهم في وضع مخل، شافتهم ليفة فتانة وشامبو وجل، فقاموا في لحظة فضحوهم على لاب دل، وقعد الدش والبانيو يعايروهم واخر ذل. بقى يا صابونة تتقفشي مع حوض فلول طعمية فوق عزيت، انا عزيت لقيت رسمين صورة بقرة. يا عم ازاي شربتوا الشاي؟ اكيد خلصت يا حكاي. شربتوا الشاي؟ خلاص نعزف سوا عناي. مراتي يا ناس ظبطتني في يوم وانا بفتح الحلة، راحت على راسي ضربتني بفازة تشبه القلة، وفي الاسم فضحتني وطلبت مني اتخلى عن القايمة اللي زلتني واكتب رسمي على الحلة. اتاري الحلة بكرية ونول حد يفتحها، هجيب لها مهرها صينية عشان استرها مفضحها. وقفت ما بين عيدان كبريت، سمعت حديث يا ريت العلبة منه تغور، قلوبهم خايفة مرعوبة ومن فيهم عليه الدور، وعود يترجى في رطوبة تصيبه عشان يعيش مستور. عيدان بتبان جماد لكن بتكره انها تكون نار، وتتمنى تكون لك نور. الله عليك. دي الله بعضا عليك. من الحكايات يعني. الله عليك يا استاذ عادل. الفن الساخر دايما بيقرب من قلب الحدث، ولكن بلغة جميلة وبسيطة بتوصل لقلب المتلقي والمستمع لتلك الكلمات. طيب، شكرا. حول إنجازات الفريق دايما بيكون قريب من قلب الحدث. يهمني جدا انتوا كشباب كرام وانكم بتحاولوا تقربوا من تلك العقول والكنوز البشرية. ايه رأيكم في المشهد المصري الحالي؟ المشهد المصري الحالي طبعا يعني هو ربما احنا شايفين ان هو وضع احيانا في ناس لا تستبشر بيه بالخير، ولكن احنا طبعا ما ينفعش اللي احنا نبقى ساكتين. الى ما تستند ان هي لا تستبشر بأي خير؟ يعني الصراع ما بين الإخوة اللي هم المصريين عموما، كلها الدم المصري الذي يسال، أيا كان هذا الدم، أيا كان الدم الذي يراق، ده طبعا عارفين لمصلحة من، لمصلحة من، مين اللي يفرح جدا في إسالة هذا الدم المصري. فطبعا لابد من عودة تاني الأخلاق، لابد من عودة تاني الوسطية. هذا ما اللي احنا نقدر اللي احنا نعمله، اللي احنا نبحث عن الأشخاص اللي هم يريدون فعلا فكر الوسطية، اللي هم يقدروا يتعاملوا مع بعض بفكرة مصر فعلا، مصر أولا. زي نبحث عن هؤلاء، حتى المبادرات اللي احنا بنتعامل معها والمشروعات اللي احنا بنتعامل معها كلها تبقى برضو حتة مصر أولا. يعني الاتحاد العالمي للمبدعين والشعراء العرب احنا تحالفنا معاه وعملنا البروتوكول، لان انا لما شفت الاستاذ احمد الشيخ هو صاحب رئيس هذا المشروع ورئيس هذا الاتحاد، لقيته برضو هو نفسه فكرة الوسطية، فكرة اللي هو عاوز يقدم حاجة للوطن ولكن لا يتجه اتجاه سياسي معين. كلنا اكيد لينا اتجاهات، ولكن حتة التعصب او حتة اللي هو يكون منحاز لفئة، او حتة اللي هو يكون ممول من فئة معينة للقضاء على فئة اخرى، ده طبعا ما ينفعش. الوسطية أي الاعتدال، وخير الأمور الوسط، عن الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن آيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. صدق الله العظيم. الوسطية ثم الوسطية ثم الوسطية، ولا الوسطية لا تقترن إلا بالأخلاق والأخلاقيات الحميدة. انتشرت في الآونة الأخيرة تلك الأخلاقيات السلبية المنافية لكل سلوكيات الحياة البشرية المنظمة المخططة. عايزين نعرف أينما وكيفما توجهتم بتلك الإنجازات وتلك النتائج الإيجابية لهذا الفريق، طموح للكنوز البشرية في إطار مثلا أهداف مأمول أن أنتم تحققوها إن شاء الله في القريب العاجل خلافا للفترات الماضية. تقول لي يا أستاذ عادل؟ اقول لحضرتك ان الاسس اللي مبني عليها فريق طموح
ان هي تنمي فكر الإرادة داخل الشعب وداخل المواطن المصري ايا كان جنسه او نوعه. أو اتجاهه. في الاخر كل انتماءاتنا تبقى للوطن وحسب. لا حتى احنا في الفريق رافضين تماما ان يجذبنا اي حزب سياسي او اي فصيل او اي نوع نعم. من لان الوسطيه اهم شيء في تحركاتنا لاكتشاف مواهب مصر والطموحات اللي داخل الشباب وداخل جميع الاعمار. حتى احنا مش مرتبطين بشباب فقط على يعني لا فكرة. تقتصروا على لا، مرحلة لجميع العمرية الأعمار، لأن في بعينها يعني. مواهب جميع الأعمار، جميع جميل. المحافظات، في مواهب جميع في مصر المؤهلات. تخطت سن الشباب، بس هم شباب بمواهبهم، شباب بطموحهم. احنا عندنا هو ده روح معنى الشباب. روح الشباب. هو ده عندنا معنى الشباب، معنى الشباب اللي هو كل ما له طموح، كل ما له إرادة. هو عندنا شباب، لأن في شباب كتيرة قوي مش فعالة. شباب كتير قوي ممكن ربما بتدمر البلد. فده مش ده ما نسموش عندنا شباب. كل ما له إرادة فهو عندنا شاب. جميل. الإرادة ملهاش الإرادة عمر. والإبداع. الإرادة جميل والإبداع. جدا، ملهاش عمر وملهاش كمان حدود، بس إرادة إيجابية وليست العكس طبعاً. بالطبع. خلينا نختم اللقاء المثمر الجميل دوت، وإن شاء الله تحققوا كل الأهداف، لأن ده طبعا لصالح ولادنا وشبابنا الكرام. برضه بقصيدة من قصائدك أستاذ عادل. طب طالما بنتكلم بقى عن الناس، هنقول في ناس قلوب من ذهب على كل حال شكرة، وفي ناس ما يعجبها العجب والكل خير نكرة، وفي ناس بتحيي الأمل وتحوله الفكرة، وفي ناس تهين الزمن وتعلقه ذكرى، وفي ناس تشدك قوي ويشبعوك أحلام، وهم في الواقع بيقتلوا بكرة. فياك تغرك ناس متلسمة بالغش، ياما جمال الوش خبى نفوس عكرة. دايما بيقولوا ان احيانا بيكون الظاهر غير الباطن، واحيانا بيتفق الظاهر مع الباطن، وطبعا بترجع برضو للاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق. انا بتوجه بكل التحية والتقدير والشكر لاعضاء مؤسسي فريق طموح للكنوز البشرية، الاستاذ عبد الرحمن مؤمن شكرا ليك، والاستاذ عادل نافع شكرا ليك. صباح الخير عليكم مرة ثانية. مشاهدينا الكرام ما تروحوش بعيد، هنطلع فاصل قصير وهنرجع فقرة أخرى وأخيرة. مع تحياتي عبير عبد الله.